السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم حبيبتي حنشارك معاكم وصفة بمذاق الليمون، لك بمذاق القرص. تجي وصفة ما شاء الله بزاف بنينة منعشة حلوة تستاهل التجربة يا البنات. كل ما خليناها طولت داخل اون بواط هكذايا نخبيوها، كل ما كانت طرية يعني ولات بنينة أكتر. على ضمانتي البنات تجربوها وما تندموش، عندك وصفة تستحق التجربة كما قلت لكم. بدون إطالة تابعوا معي الوصفة وطريقة التحضير. على بركة الله. دونك البنات راح نبداو اولا بالعجينه. واش نحتاجو هنايا؟ عندي 4 معالق كبار، يكونوا هكذا مش بومبي بزاف، مهم يكونوا كبار، تاع السكر، سكر الناعم. راح نزيد لهم ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات تكون ممسوحه، ما نضيفوش بزاف، ملعقه صغيره تكون ممسوحه خميره الحلويات. عطر الفانيليا زائد شويه تاع الملح. وعندنا 300 غرام زبده، 2 حبيبات تاع البيض، و10 معالق كبار تاع الزيت. يعني قريب ربع او عفوا نص كاس تاع اتاي، يعني كاس صغير ديروا نص كاس تاع اتاي زيت. يعني كي تحبوا تقيسوا بالملعقه ديروا 10 معالق كبار تاع الزيت. ونبداو هكذا نخلطهم جيدا براحة اليد حتى تحصلوا على كريمة تكون ملساء وتكون يعني تلمع فيها لمعة. تلمو خدمتوها مليح مليح براحة اليد حتى هذاك السكر. كما قلت لكم عندي 4 معالق كبار تاع السكر الناعم يتخلطوا مليح مليح مع 300 غرام تاع الزبدة وشويه خميره، شويه برك ملعقه صغيره تكون ممسوحه، فانيليا والملح، ونص كاس تاع عفوا نص كاس تاع اتاي زيت اللي هي 10 معالق كبار تاع الزيت. نخدموهم مليح مليح، ضروري نخدموهم جيدا باش تنجح لكم الوصفه. نروح نلموها بالفرينه، وتاني كي تجيو تلموها بنات بالفرينه خليوها شويه طريه، ما تنشفوهاش، باش كل كما قلت لكم هاد الحلوى كل ما بقات طولت داخل لابواط هكذا يجمعناها كل ما ولات تطرى كتر كتر. وتولي تاني بنينه. داك البنات ونحلها بهذه الطريقه على شكل كرايات، يعني نديرها كرايات صغار، يعني حسب المول تاعكم. تحبوا ديروها على شكل دوائر ولا هكذا على شكل شغل يجي شويه طويل كيما انايا. المهم تبداو من 30 غرام حتى 40 غرام حسب المول تاعكم. المهم شوفوا عليك ما تجيش رقيقه خلاص، باش كي تجيو تنحيوها ما تتكسرش، وما ديروهاش تاني خشينه بزاف، باش كي ناكلوها ما نحسوش برك بالعجينه. ديروها موايا هكذا يا البنات. ونديروا هذا كما قلت لكم نحلوها داخل هذاك الليمون، ونبداو نثقبوها بالفرشيطه بهذا الشكل. يعني كان البنات يعني كانت نطيب مازال هي مازال ما كملتش الطياب، راني وريت لكم برك هاديه. استنوا عليك راح تخرج لكم يعني كميه كبيره تقريبا هكذا حتى 30 ولا 35 حبه. دوك هذه المقادير اللي مديتها لكم البنات راح تخرج لكم حتى 30 ولا 35 حبه، يعني كنتوما والمول تاعكم. شوف يعني كيفاش طيبتهم. يعني انا دائما كما تعرفوني نحب الحلوه تكون طيبه مليح مليح. طيبتهم بيان بيان على درجه 180 درجه، يعني نطيبوهم من تحت ومن بعد نحمرهم من الفوق. نروح نحضر الكريمه اللي راح نحشيوها من داخل. عندي 500 غرام تاع الزبده، 500 غرام تاع الزبده، 4 معالق كبار تاع السكر الناعم. دوك عندي 500 غرام زبدة، 4 معالق كبار سكر الناعم، 4 كاس زيت تاع اتاي، 4 كاس زيت، ملعقة كبيرة فانيليا، و2 معالق كبار تاع بودرة الشونتي تكون نوعية جيدة. فوالا
هادو هما دوك الزبده، سكر ناعم، الزيت، الفانيليا وبودره الشونتيي. هكذا البنات ونبدا نخلطهم على الاقل 10 دقائق. السر في كريمه الزبده هي كي نخلطوها. وطبعا هاد المقادير يا البنات ما راحش يعني ديروها كامل هاد الوصفه، انا تالمو نحتاج هاد الكريمه كما نقول لكم انا دائما نعتمد عليها. دونك درت كميه كونتيتي شويه كبيره 500 غرام. سينو نتوما يعني اذا حبيتوا برك لهذه الوصفه تاع اليوم حلوة هذه بمذاق القارص تاع الليمون، قسموا هاد المقادير اللي مديتها لكم على 3 تاكل، بتقسموها على 3 وديروا برك لهاد الوصفة. دوك البنات كما شفتوا انا حكمت كمية تاع كمية الزبدة ما استعملتلهاش كامل، حكمت الكمية راح نحتاجها فقط. ضفت لها 2 معالق تقريبا هكذا تاع سوبر كريم ولا عجينة تاع لي فخوي تاع القارص كيما تحبوا. وزدت لاباطاروم تاع القارص، معطر تاع القارص يعني فيها اللون ايضا ملون، تجي عطر وفي نفس الوقت ملون. والسر تاني زيدو مبشور تاع القارص تقريبا هكذا ملعقه كبيره تاع مبشور القارص، راح تفغيمو تبدل لكم واحد البنه واحد الريحه بزاف بزاف شابه في هذه الحلوه. دونك كما قلت لكم هنا البنات راني درت الكريمه تاعي تاع الليمون كما قلت لكم تاني. هاد الكميه اللي مديتها لكم يا البنات ما راحش تحتاجوها كامل في هاد الوصفه، يعني 500 غرام زبده راح ديروا فيها 3 وصفات على الاقل، تحشيو فيها الحلوه تاع 3 وصفات. انا تلمو نحتاجها ما نبقاش كل خطره نخلط في لاكريم وبيع. دوك درت كميه في الاول ومن بعد نقسمها ونديرها ليغو مختلفين، درت الكو تاع الشوكولا ودرت الكو تاع البيستاش ودرت الكو تاع القارص. تاكل البنات الكو تاع القارص كما شفتوها اني درت هاد الوصفه بمذاق الليمون، ومع هذيك تاع الشوكولا وتاع البيستاش ما راح نشاركها معكم هكذا. ومن بعد هنا البنات شوفوا درت نصف الحبه عمرتها بسوبر كريم كيما تحبوا نتوما تعمروها بالسوبر كريم ولا لاباط تاع لي فخوي تاع القارص لا هي تتباع، والنصف الاخر درتو بالكريمه تاع القارص لا كريم او بور بمذاق الليمون. ونبدا هكذا نلصقهم مع بعض بهذه الطريقه. وما تخافوش اذا كان يعني فراغ بيناتهم بين يعني النصف الاول والنصف الثاني، اذا كان فارق في الوسط عادي راح نخبيوه يعني كي نحشيوها بالحشوه هذيك وتاني كي نقلاصيوها راح يعني تجيني الشكل ديالها اشباب. شوفوا هنايا البنات ومن بعد حكمت هاد الشوكولا تحبوا تحكموا تقريبا هنا احتاجت 500 غرام شوكولا. تحبوا ديروا شوكولا بيضاء ومن بعد تروحوا تلونوها بالملون الاصفر اللهم بارك. حكموا 500 غرام شوكولا بيضاء كي تذوبوها ديروا قطرات ملون اصفر، ولا كاين ديريكتومون هاد الشوكولا لو سافور ولا لا سافور بمذاق القارص تجي صفرة. بصح انا تنمو اللون تاعها جاني شويه كلير، لون اصفر جاني شويه كلير، حبيتها تكون شويه غامقه شويه فونسي درت لها ملون اصفر. بصح هذا الملون نفس ما جانيش بزاف شباب، ما جانيش شغل كي شغل بدا يفسد بسحب شويه في الشوكولا. بصح راني صوفيت شويه الحاله. ضفت شويه قطرات ومن بعد للشوكولا تاعي ومن بعد كي شغل راهي ولات شويه جامده. بصح خبطوا هذيك الحبه هكذا مليح مليح وراح باش تهبط كامل هذيك الشوكولا ما تجيش ثقيله هذه الحلوه بزاف بالشوكولا كما قلت لكم. نخليوها تنشف. كي تنشف نبداو يعني كي نبوشيو هذيك الكريمه اللي بقاتنا على شكل اون غوزاس من فوق. وهنايا حبيت نشارك معكم هذيك الورده الصفراء اللي درتها في جهه. حكمت لاباطاروم او عفوا حكمت عجينه السكر بيضاء، ضفت لها بضع قطرات ملون اصفر وبديت هنايا نحليتها وبديت نشكلها على شكل ورود. ومن بعد باش نخرج
هذيك الحبة في الوسط تكون كشغل باللون البرتقالي. حكمت نفس العجينة تاع السكر باللون الاصفر، زدت لها قطرات قليلة بملون احمر. دونك نخلطوا ملون اصفر مع الملون الاحمر نتحصلوا على لون برتقالي. درت هذيك الكرية في الوسط ودرتها داخل البول تاع السيليكون. يعني الصورة راهي واضحة بدون شرح، راح تفهموها. كما قلت لكم درت ورود، وتالي كي ديروا كمية، انا درت كمية تاع الورود ديروها داخل ساشي ولا داخل كاس وقفلوا عليها باش ما يدخلهاش الهواء وتولي ناشفة. داكو البنات ولا البنات، يعني كيما قلت لكم نحكموا وردة باللون الاصفر نديرها اون بول هكذايا باللون البرتقالي، مع نديرها داخل المول سيليكون هذاك اللي راح يشكل لي على شكل ورده. نعبز عليها باش تدي هذاك لا فورم تاع الورده، يعني يكون عندها هكذا لي تخي من فوق، وبعد باش يكون الشكل ديالها يعني شباب اكثر. احكموا هكذا وبداو رقوا الحواف ديالها بهذا الاداه. يعني كنا نقوها على الحواف باش نتحصلوا على شكل يعني يشبه للحقيقه. وهذا ما كان البنات، هذا هو الشكل تاع الحلوى تاعنا البنات بعد ما يعني زينتها وقدمتها بهذه الطريقه. يعني تجي هذه الحلوى شكلا ومذاقا تجي روعه لعشاق الليمون وممسي. يعني ممسي الناس اللي ما تحبش الليمون كي تاكل هذه الحلوى راح تولي مدمنه عليها. فيها ريحه طراوه بنه شكل ولا اروع. جربوها العيد ان شاء الله البنات، ما راحش تندموا. وان شاء الله كاين بزاف وصفات جايين. ما تنساوش ديروا لي ابوني يعني اشتراك وجيم وتعليق شباب كيما نتوما، والى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله.